أهلا بيكم في فيديو جديد من كورس التسويق من الصفر. النهاردة هنكمل معاكم موضوع الإعلانات، وهنركز على قرار مهم جدا بيؤثر بشكل كبير على نجاح الحملة الإعلانية، وهو استراتيجية الرسالة الإعلانية. بس قبل ما نكمل ياريت تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة. استراتيجية الرسالة الإعلانية Advertising Message Strategy. تطوير فكرة الإعلان دايما من أهم الخطوات في الحملة الإعلانية، لأنها بتكون من العناصر المهمة علشان الحملة تنجح، خصوصا لو الشركة عاوزة الإعلان ينتشر بفكرة فيروسية بين المستهدفين، وبالتالي ينتشر ويتعرف اسم المنتج اللي بتقدمه بشكل أكبر. الفكرة اللي بتطلع وبتتنفذ بتبقى نتيجة جهد بين طرفين مهمين جدا. الأول هو كاتب النصوص الإعلانية Copywriter، والطرف الثاني هو المخرج الفني للفكرة Art Director. نتعرف على كاتب النصوص. هو ببساطة شخص مبدع عنده القدرة انه يكتب نصوص اعلانية بشكل مبدع ومقنع، والنصوص دي ممكن تبقى نص لاعلان مطبوع او نص لاعلان مسموع او نص لاعلان متحرك، وفيها بيستخدم فكرة القصة الاعلانية ستوري بورد، وفيها بيوضح كاتب النص الاعلاني ان اول مشهد في الاعلان هيتقال فيه كذا مع صورة من الاعلان، وتاني مقطع من الاعلان هيتقال كذا، ونفس الكلام ينطبق على النصوص الإعلانية للراديو أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيط إعلاني تاني. الطرف التاني اللي ما يقلش أهمية عن كاتب النصوص الإعلانية وهو المخرج الفني اللي بيخرج الصورة الكلامية اللي بيقدمها كاتب النصوص لصورة فنية مبدعة. الصورة دي ممكن تبقى في شكل إعلان مطبوع أو في إعلانات متحركة أو مسموعة. الطرفين بيفكروا في أفكار وسيناريوهات كتير لحد ما يستقروا على سيناريو منهم بفكرة مبدعة Creative Concept، أو ممكن نسميها باسمها الأشهر في عالم الإعلانات وهو الفكرة الكبيرة Big Idea. والفكرة الكبيرة دي هي العنصر المهم في نجاح الحملة الإعلانية. طيب إزاي الفكرة الكبرى دي بتخرج؟ أول خطوة لازم يبدأ بيها فريق تطوير الفكرة الإعلانية هي تحديد المنافع أو المزايا اللي المنتج بيقدمها ومحتاجها الشركة إنها تعرضها وتعرفها للناس. تاني خطوة في تطوير الرسالة الإعلانية هي محاولة الفريق الإعلاني إنه يقدم المنافع دي بشكل مبدع عن طريق سيناريو من السيناريوهات الكتيرة لتنفيذ الرسالة الإعلانية. ومن أشهر السيناريوهات والطرق لتنفيذ الرسالة الإعلانية Message Execution. رقم 1 الطريقة المباشرة Straight Sell، وده إعلان بسيط جدا مفيهوش فكرة عبقرية، كل اللي فيه هو معلومات ومزايا عن المنتج أو الخدمة اللي بتقدمها الشركة. ممكن يظهر في الإعلان مقدم للإعلان، أو ممكن يظهر بس المنتج وطريقة عمله وتأثيره على الشخص اللي بيستخدمه، وده بيتسمى إعلان تقديمي أو توضيحي. الطريقة دي بتفكرك شوية بأسلوب الإعلانات ذات الاستجابة المباشرة، واللي هنشوفها بالتفصيل في جزء التسويق المباشر في نهاية الكلام عن الدعاية. رقم 2 من طرق تنفيذ الرسالة الإعلانية اختيار شريحة من الحياة اليومية لمستخدم المنتج Slice of Life، وده برضو إعلان مفيهوش فكرة كبيرة وما بيعملش حاجة غير إنه يجيب شخص ويوريك إنه بيستخدم المنتج وإن إزاي المنتج ده بيحل عنده مشكلة وبيشبع عنده حاجة. مثال الإعلان ده إنه يجيب طفل ويوريك وهو بيشرب منتج من منتجات الألبان كل يوم الصبح، أو موظف وهو بيسوق العربية المريحة كل يوم وهو رايح شغله. رقم 3 من طرق تنفيذ الرسالة الإعلانية ربط المنتج بحالة ذهنية إيجابية مود، وده من أشهر أساليب بناء الرسالة الإعلانية، وفيها بتربط المنتج بحالة مزاجية إيجابية، سواء بقى كانت الراحة والاستجمام أو السعادة والفرحة الكبيرة أو النشاط والحماس. والفكرة في الإعلانات دي إنها مع التكرار بتربط أداء المنتج بحالة ذهنية إيجابية بتستقر في عقول الناس. أشهر الأمثلة على الطريقة دي ممكن تشوفها في إعلانات نسكافيه اللي بيوريك فيها مثلا الموظف صاحي مزاجه متعكر أو ماشي منعوس في الشارع وبالتالي مش عارف يتعامل مع الموظفين زمايله والحياة عنده متلخبطة. أول ما يشرب قهوة نسكافيه يبدأ النشاط يرجع له تاني ويومه يتظبط. برضو إعلانات الشوكولاتة زي كادبري مثلا غالبا بتلعب على نفس الأسلوب ده، فتلاقي البطل الإعلاني لما بياكل الشوكولاتة يدخل في حالة من الاسترخاء والهدوء ونسي كل حاجة حواليه. رقم 4 من طرق تنفيذ الرسالة الإعلانية أسلوب الحياة
ستايل اوف لايف، ودي اشهر واكتر الاعلانات حاليا ابداع وانتشار، وفيه الاعلان بيبعد عن المنتج ومزاياه ويبدأ يركز على حياة الاشخاص اللي بيستخدموا المنتج ده، وتركيزه هنا في حياة الاشخاص دول هيكون على حاجة مشتركة بينهم زي النشاط، القوة، الشجاعة، الإصرار. برضه في الأسلوب ده بيلعب الإعلان عن العامل النفسي اللي استخدمه برضه قبل كده في أسلوب ربط المنتج بالحالة الذهنية، وهو هنا بيربط المنتج بحياة مجتمع كامل المفروض إن المستهدفين عاوزين يعيشوا فيه. اللي بدأ يستخدم الإعلانات دي كتير هي شركات الملابس والأحذية الرياضية زي أديداس ونايكي، وهم اللي بدأوا يجيبوا أشهر الرياضيين في إعلاناتهم عشان يقولوا لنا على مدار السنين اللي فاتت إن اللي بيستخدم منتجات نايكي أو أديداس هيدخل في عالم من القوة والشجاعة والإصرار والنجاح زي بالظبط أشهر الأبطال الرياضيين في العالم. وطبعا النتائج بتقول إنهم نجحوا في كده. النهاردة بتشوف شركات الاتصالات والمنتجات الغذائية والمشروبات بتستخدم نفس الأسلوب، فبتشوف إعلان لفودافون أو أورنج أو اتصالات بتتكلم بس عن قوة المجتمع اللي بيستخدم خدمات الشركات دي وإزاي هم نجحوا مع بعض وإنهم أقوياء ومتواصلين وناجحين مع بعض. ونفس الكلام بتعمله شيبسي لما تبعد عن شيبسي البطاطس وتبدأ تتكلم عن مجتمع شيبسي المتفائل في حملتها الشهيرة مع أحمد حلمي. وطبعا بيبسي وكوكاكولا تقريبا هو ده الأسلوب الرسمي حاليا ليهم، برضو تكوين مجتمع شبابي طموح ومتفائل وسعيد وإيجابي، لأن الأسلوب ده هو الأشهر عالميا وبتستخدمه أكتر الشركات المعروفة في العالم. هتلاحظ إن أغلب الإعلانات بتطلع تحاول تكون مجتمعاتها الخاصة بيها لكن بشكل عشوائي وسخيف جدا، وده ببساطة لأن بيبقى تقليد بدون فكرة مميزة أو مفيدة. في سؤال مهم بيقول ليه الأسلوب ده قوي ومبدع وناجح للدرجة دي؟ الناس بطبيعتها ما بتحبش الإعلان اللي بيتفرض عليها، ودي مشكلة كبيرة جدا هتواجه الدعاية باستمرار، وده هنشوفه بالتفصيل في ازاي الشركات بتختار أنهي زحمة إعلانية اللي هتنزل فيها. وغير إن الناس ما بتحبش الرسائل الإعلانية اللي بتقتحم خصوصياتهم وبرامجهم المقروءة والتلفزيونية المفضلة، فهم كمان ما بيحبوش فوق ده الملل أو الإعلان الجامد اللي بيحكي عن المنتج كأنه في فصل في مدرسة. وظيفة الأسلوب ده إنه بيبعد الناس عن المنتج ومزاياه ويبدأ يدخلهم في مود نفسي هم بيحبوه ونفسهم يعيشوا فيه، وبالتالي بيبدأوا يستجيبوا للإعلان بشكل إيجابي أكتر. وبالتالي اللي بيشوف إعلان بيريل هيستجيب لفكرة مجتمع الرجولة والقوة مش لمنتج بيريل نفسه، واللي بيشوف إعلان ماونتين ديو هيستجيب لفكرة الشجاعة والجرأة مش لمشروب ديو نفسه، واللي بيشوف إعلان ريد بول هيستجيب لفكرة النشاط والحيوية والانطلاق مش لمشروب ريد بول نفسه. بعد مرحلة تكوين المجتمع المفضل في أذهان اللي بيشوفوا الإعلان هيكونوا ارتبطوا نفسيا وعاطفيا طبيعي بالمنتج اللي بيكون المجتمع اللي هم عاوزين يعيشوا فيه ده، وبالتالي هيكون من السهل جدا تمرير المنتج وسط الحالة الذهنية الإيجابية لأسلوب الحياة اللي كونها المنتج. فالشاب اللي حب مجتمع الإصرار اللي كونته أديداس مع رياضيين زي بيكهام وميسي طبيعي إنه هينجذب لمنتجات أديداس، والشاب اللي حب مجتمع النجاح والتفوق اللي كونته نايكي مع رياضيين زي مايكل جوردان وتايجر وودز طبيعي انه هينجذب لمنتجات نايكي، وهكذا. وده ببساطة سر وشهرة الاسلوب ده في تكوين الرسالة الاعلانية. وكده نبقى وصلنا لنهاية فيديو النهاردة. لو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك واشتراك في القناة وسيب كومنت وقول لنا رأيك، ولو في اي استفسار واحنا نجاوبك. ما تنسوش تتابعوا الفيديو اللي جاي واللي هنكمل فيه كلامنا عن اشهر الطرق لتنفيذ الرسالة الاعلانية. شكرا لكم ونشوفكم في الفيديو اللي جاي.